خليني ابتدي. وبما ان دي اول مره نطلع لايف على الجروب، فاحكي بقى الحدوته كلها من البدايه. بشكل سريع، واقول انا مين اصلا، احنا ليه ابتدينا وجايين نعمل ايه النهارده يعني. فبادئ ذي بدء. انا اسمي روان السيد. في الاساس انا خريج كليه صيدله جامعه اسكندريه، بس ده ملوش اي علاقه باللي انا بعمله في حياتي ولا شغلي. بما اننا هنتكلم على الكارير النهارده، فانا من الشرفاء اللي كانوا عملوا كارير شيفت بس من بدري شويه. يعني اتخرجت من الكليه عملت كارير شيفت على طول. وباي ذا واي انا من الناس اللي مرت بفكره الكارير كونسلنج دي، يعني دخلت الجيرني دي ومريت بيها مع حد زي منا كده. كنت باكسبلور ايه الاوبورتيونيتيز اللي ممكن تكون متاحه ليا، ايه الاشغال اللي ممكن لو عملتها اكون مبسوطه اكتر، فبالتالي اكون مرتاحه اكتر وراضيه عن نفسي اكتر، فبالتالي اكون سعيده في حياتي. وده يعني اوبجيكتيف مهم عموما، ان الواحد يكون قادر يستمتع بالحياه، يعني ما يكونش طول الوقت متعسف يعني. ومن ضمنها الامومه، ان احنا ما نكونش متعسفين في الامومه. فاشتغلت فترة في الماركتينج وشوية حاجات كده تانية، وفي الآخر استقريت إن أكتر حاجة مناسبة ليا هي مجال learning and development أو التدريب والتطوير. ابتديت في البداية كمدربة. قعدت ده في مدة سنة. التدريب والتطوير مجال كبير أو واسع، بيتلبس فيه هاتس كتير. هات التدريب، هات التصميم التعليمي، أو اللي هي الشغلانة اللي هي الكرنت بتاعتي دلوقتي، اللي هو الحد اللي موجود في الباك ستيج، اللي بيديزاين أصلا أو بيصمم التدريبات دي بتطلع إزاي، وإيه أنواع الأنشطة اللي بنعملها، ويعني إزاي التعلم ده يوصل للناس بأحسن شكل ممكن، فبالتالي يتعلموا أحسن. في الفترة دي برضو كنت بشتغل، يعني كنت بقى ايه عمالة ألعب في المجالات اللي ليها علاقة بالتدريب والتطوير. هقول لكم انا ليه بحكي الحكاية دي بالذات، عشان ليها يعني ليها ربط مهم باللي احنا بنعمله النهارده. وبعد كده وكنت بشتغل كوتش، بساعد ناس تبتدي البيزنسز بتاعتها، وده لازلت بعمله يعني. لغاية ما حصل حاجة في حياتي كده، في شغل ما. اخدت كومنت كان قاسي جدا عليا، وكان ان انا بتعامل مع الناس بسوبريورتي، او بشكل بكلمهم من فوق. وانا كنت حاسه كده خالص. ايه ده؟ هو ازاي يعني؟ بالعكس انا بحس نفسي قريبه، فانا شايفه نفسي حاجه بس الناس شايفيني بشكل تاني. ف وقتها انا اسفه يا خلود، مش هعرف اكسبت حد على الجروب دلوقتي عشان ده هيخليني اطلع من اللايف. فكده كده اللايف هيكون موجود ريكوردد بعد ما نخلص، فتقدر الناس تشوفه يعني. المهم وقتها رحت الكوتش بقى تساعدني بقى ايه، اطلع من المشكله اللي انا فيها دي. ايه ده الناس بتشوفني بسوبريورتي، الناس بتشوفني بتتعامل من برج عالي، ايه ده؟ طب ليه كده؟ وابتديت رحله كوتشنج طويله جدا. كنت عماله بقى اكتشف فيها كده طول ما انا ماشيه اخطاء تفكير، بقى حاجات كده اسمها cognitive distortions، او تشوهات ادراكيه. انا ببقى بتصرف، يعني مخي حصل له برمجه ان طول الوقت يتصرف بشكل معين، بيحصل الحدث فانا مخي على طول بيتصرف، ما بنعديش على مرحله المشاعر دي، بننطها. فبالتالي كان عامل لي مشاكل، او كنت بستراجل، او كنت بخسر. ف آم، بعد ما مشيت ريحه الكوتشنج دي، اكتشفت ان بقى في عندي شويه معتقدات قديمه كده محتاجين نرجع ننضفها. نرجع نبص عليها كده ونشيل من عليها تراب. فكنت محتاجه يعني ارجع للماضي شويه. ساعتها دخلت مدرسه نفسيه مع دكتور اسمه دكتور اوسم مصري، هو دكتور نفسي. مينلي هي معتمده على فكره العلاج المعرفي السلوكي او الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، عشان نقدر يعني نقدر نحس simply in one word، ان احنا نقدر لما يحصل حدث ناخد نفس، نشوف احنا حاسين بايه، وبعدين نتصرف. مش يبقى التصرف بيحصل وبعدين بنرجع نفكر هو انا ايه ده اتصرفت ليه بالشكل ده. ف بعد ما اتخرجت من المدرسه دي، اللي حصل في المدرسه دي غير روان تماما. الوقت ده كان بعد وقت الكورونا. بقول أنا عندي في حياتي كده عصر ما قبل الكورونا وعصر ما بعد الكورونا. عصر ما قبل الكورونا هو عصر كله روان، حد بياخد كورسات، بيسافر يدرس بره، مهتم جدا بالعلوم، بس مش مهتم بالجزء الايموشنال انتليجنس او الذكاء الاجتماعي او التعاملات. فلما حصل ده انا حسيت قد ايه ده كان فاليبل في حياتي، لان هو اثر في شغلي، اثر في علاقتي بخطيبي اللي هو فيما بعد اصبح جوزي، اللي هو فيما بعد اصبح بابا دلوقتي. فانا دايما حتى بقول له انت لازم تكون ممتن للمدرسه اللي انا دخلتها دي، عشان هي السبب ان احنا مكملين. يعني لولاها كان زماني شخص تاني خالص، وشخص يعني كان عندي ليميتنج بريف كبير جدا، ان انا لازم اكون بتصرف بشكل معين. الحياه عندي يا ابيض يا اسود، مفيش الوان، وانا يا احبك يا هكرهك، لكن النص ده مش موجود. فحياتي اتغيرت تماما بصراحه. ومن ساعتها الكلام ده كان في 2000 وكان بدايته في 2019 وتطبيقه في 2020، وانا بمارس فكره ان انا كل يوم اجورنال واكتشف انا حاسه بايه و... و... وليه اتصرفت في
الموقف ده التصرف ده، وازاي اعدل، يعني انا ازاي اتقبل شعوري واغير الفكره اللي وراه. انا بقالي 3 سنين بمارس ده، 3 سنين بمارس ده بشكل يومي تقريبا. حتى صحابي القريبين بقوا يقولوا لي التغير اللي حصل فيا قبل وبعد الموضوع ده. رجوعا للستوري، فبعد كده ابتديت اخد حاجات ادفانسد بقى، عجبني بقى الموضوع فابتديت اخد حاجات ادفانسد ليها علاقه باداره المشاعر. بعد كده درست لمده سنه برضو مع امريكان كوتش كده، دخلت في بروجرام كامل كان ليه علاقه بفكره ازاي نتحرر من المشاعر اللي معطلانا ونتحرك لقدام. هو دايما طول الوقت احنا بنحاول نشوف ايه اللي معطلنا ونتحرك لقدام، لحد ما حصل ايه، لحد ما حملت. ايه اوه، دي كانت يعني علامه فاصله في الحياه. ليه؟ لان انا برغم ان الحمل ما كانش مفاجئ بالنسبه لي، بس آه اللي حصل كان اكبر من قدرتي على تقبل التغيير وقتها. انا فجاه حسيت ان حياتي وقفت، انا مش قادره اشتغل، مش قادره اطبخ، مش قادره اعمل اي حاجه من الاكتيفيتيز اللي في العادي انا اخداها فور جرانتد، اللي هو انا بعملها على طول، اللي هو ايه ده، ما انا بنزل الشغل كل يوم، انا ليه مش قادره انزل. كان عندي الم رهيب جدا في معدتي، الادويه مش جايبه فيه نتيجه. حتى صحابي القريبين انا ما كنتش قادره اروح اقول لهم يا جماعه انا حامل، عشان ده هيحطني في موقف ان الناس هتقعد تقول لي مبروك، وهتقعد تقول لي ايه ده، الله دي حاجه حلوه. فكأن هيحصل بريشر حواليا ان انا لازم احس احساس انا مش حاساه. يا جماعه انا مش عارفه انبسط بالحمل، الحمل حاجه جميله ونعمه جميله من ربنا، بس انا مش مبسوطه. يعني انا مش مبسوطه، انا مش عارفه احس باستشعار اللي هو الانبساط والفرحه دي. وقعدت كده شويه لغايه ما عرفت يعني اتعامل مع نفسي واتعامل مع مشاعري دي واتقبلها، وابتدي بقى خلاص اناونس واكون مبسوطه فعلا. ديورنج الجيرني دي انا كنت بدور، بما اني حد بيحب الدعم بقى والسبورت جروبس والتعامل مع الكوتشز وكل ما هو ليه علاقه بالهيلبنج بروفيشنز او الوظائف اللي بتساعد الناس، فكنت بدور على مكان اقدر اعبر فيه عن نفسي. يعني ما كنتش بقول في حد اللي انا بحس بيه فيقول لي احمدي ربنا، يا ده انت في نعمه، انت غيرك مش عارف يحمل، اللي انت حاسه بيه ده طبيعي، الالم اللي انت فيه ده طبيعي. يعني حقيقي الكلام ده ما كانش بيساعدني، الكلام ده كان بيستفزني اكتر وكان بيتعبني اكتر، لدرجه ان انا تقوقعت كده على نفسي، فكنت بدور على مكان يساعد الناس. هنا قابلت مشكله تانية، ان كل اللي بيساعدوا الناس بيساعدوا في مرحله الامومه. يعني احنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، في 9 شهور حمل احنا سقطناهم وابتدينا من بعد الولاده، وبرضه احنا بنهتم بالبيبي. يعني هو الاهتمام بالبيبي، يعني احنا هنعلمك ازاي ترعي الطفل. طب ما حدش هيرعى ام الطفل طيب؟ ما انا محتاجه حد يرعى. على فكره انا بقدم الدعم، يعني انا محتاجه حد يدعمني عشان الكبير لازم يتظبط عشان يظبطكم، يعني معروفه يعني. انا محتاجه حد يدعمني الاول. قعدت ادور كتير، حتى الحاجات اللي كانت موجوده كنت بروح اطلب يا جماعه انا حامل وحابه احضر حاجه، وكانت الاجابه لا. فخلاص انا هعمل الموضوع ده. فابتدى من هنا البريجننس اند موم سبورت جروب، عشان يكون في مكان فعلا الناس قادره تعبر فيه بحريه عن اللي هي حاسه بيه، وما تسمعش الكلام اللي هو من شكلة اللي انت حاسه بيه ده طبيعي، ما كلنا خلفنا، انت ليه مكبره الموضوع، احمدي ربنا على كل اللي انت فيه، اتحملي الالم. ليه اتحمل الالم؟ يعني ليه في عشق ليك التنفس طول الوقت؟ فمن هنا ابتدت فكره البريجننت مام سبورت كوميونتي. بالمناسبه احنا ابتدينا ب5 اشخاص، احنا النهارده 250 شخص. فسبحان الله الكلام ده ابتدى من شهر 11 اللي فات، فاحنا في الشهر الخامس اهو، والنهارده وصلنا ل 250 شخص بيحاول يلاقي نفسه في مكان فعلا يدعمه، فعلا يكون امن، فعلا ما يكونش بيحكم عليه. ببساطه ان احنا مش عايزين حد يعلي علينا او ينظر علينا او يكون في مسابقه على الشكوى والقلم، احنا ما بنعملش ده خالص. فابتدى من هنا البريجننت مام سبورت كوميونتي. احنا بنعمل مجموعه من الانشطه، اهمها يمكن والكور بتاع الكوميونتي هو فكره السبورت سيركلز، ودي دوائر دعم بنكون بنتعلم فيها مع بعض تول تساعدنا ان احنا نتحرك لقدام، وفي نفس الوقت بنكون بنحرر مشاعر احنا حاسين بيها ممكن تكون معطلانا، ممكن المشاعر دي على فكره تكون مش متحرره من سنين. ف... فبنحاول نطلعها، نتقبلها ونشوف ايه الافكار اللي وراها، وبالتالي نقدر نغير الفكره دي ونموف فورورد. يمكن الناس اللي حضرت السبورت سيركلز تقدر تقول لنا في الكومنتس يعني كان الموضوع بيفرق معاها ازاي بعد كده. في مجموعه انشطه تانية بتتعمل، منها النهارده اهو اللايف اللي احنا طالعينه، ويمكن دي اول لايف في سلسله انترفيوز اكسبرت. هيكون في ان شاء الله مجموعه كده من اللايفز ليها علاقه بتوبكس مختلفه، فستي توند يعني.
في كمان بروجرامز هتكون بتتعمل خاصه بمواضيع برضو تخص البريجننت مامز، في حاجات ليها علاقه بصحتهم، ليها علاقه بالكارير، ليها علاقه بالمايند سيت، ازاي نغيرها ونشتغل عليها. في كمان learning circles، ويمكن دي كانت واقفه بقالها فتره، بس ان شاء الله ترجع قريب بشكل جديد. فدي برضو كنا بنتعلم فيها حاجه مع بعض. مينلي الجروب هدفه حاجتين. هدفه اول حاجه ان انت تقدري تعبري عن نفسك بحريه وتستكشفي نفسك، تستكشفي مشاعرك، تعرفي ايه الافكار اللي دايما موقفاكي وتقدري تغيريها. والحاجه الثانيه ان احنا نقدر نساعد بعض عن طريق ريل براكتيكال، يعني تجارب حقيقيه. دايما كده كنت بقول لصحابي اللي عارف غير اللي حس. كل الناس عارفه ان الامومه صعبه، بس اللي مر بالتجربه هو اللي فعلا اوير ويقدر يقدر شعورك ويقدر يحس بيكي وما يعليش عليكي يعني. فعشان كده ابتدى السبورت كوميونتي، وعشان كده احنا موجودين النهارده. فخلال الفتره اللي احنا كنا بنتقابل فيها في السبورت سيركلز كان دايما فايل الكارير ما فيش ولا سيركل اتعملت الا والناس دايما بتتكلم فيه. هتعامل ازاي مع شغلي بعد ما اولد؟ طب هحس بالذنب؟ حتى الكومنتس اللي انتوا كنتوا كاتبينها على البوست كان في شعورين مسيطرين على الموضوع. شعور الخوف، انا مش هعرف ارجع تاني زي ما كنت، انا مش هعرف ارجع اذاكر، انا مش هعرف ارجع متميز احلامي لم أحقق فيها. وشعور الذنب، انا مش كويسه، انا لو سبت ابني مع حماتي مع ماما الوقت اللي انا بغيبه ده فانا حاسه بالذنب. فالشعورين دول مسيطرين على احداثي يعني. فعشان كده كان لازم بقى نعمل بقى حاجه ليها علاقه بالكارير. وبصراحه لما فكرت نعمل حاجه ليها علاقه بالكارير كان عندي كرايتيريا مهمه جدا، ان اللي يجي مش بس يكون اكسبرت في الحاجه اللي هيتكلم فيها، لا كمان تكون يعني تكون حد فعلا زينا وحاسس بينا ومر بالتجربه نفسها. فكانش في احسن منا الحقيقه يقوم باللايف دي معانا النهارده. فانا هسيب لك الفلور، تعرفينا على نفسك بقى يا منى، وتحكي لنا حدوتك عشان هي فيها حاجات انترستنج كتير، ونبتدي مع بعض. شكرا جدا شكرا ليك يا جدا. إيمان، وشكرا يعني التقديم ده. أنا أصلا مبسوطة وأنا بسمع كل الستوري بتاعت الجروب حقيقي. يعني ده يزيدني فخر إن أنا أكون موجودة معاكي النهاردة في أول لايف. وفعلا الستوري وراها بين أن كان عندك ألم معين واشتغلتي على ده عشان كذا مامس كمان ما تبدأش إن هي تحس بيه. فلا يعني رول موديل حقيقي. فشكرا جدا ليكي يعني. مبسوطة قوي إن أنا معاكي النهاردة. مبسوطة إن معانا مامز وحوامل وكلهم بيشغلهم فكرة الكارير وبيشغلهم فكرة شغلهم إن هو جزء أساسي من حياتهم. ولكن طبعا مع كل الظروف اللي انت قلتيها دي مش بنبقى عارفين احنا ممكن نعمل ده ازاي. الحقيقة إن أنا مريت بنفس التجربة دي حرفيا يعني. أنا خلصت كلية آخر يوم بامتحن فيه. آخر يوم فعلا كنت بامتحن فيه. كنت في رمضان دايخة روحت. إيه ده تيست؟ إيه ده مبروك. مبروك اللي هو صدمة ما بعدها صدمة اللي هو طب أعمل إيه بقى؟ وكل المراحل قلتيها دي اللي هو انا مش قادره اتحرك مش قادره اعمل حاجه. وكنت اكتف جدا بقى في الكليه وتطوع وهنا وهنا فيعني كان في نشاط وشعله نشاط. فجاه مفيش كل ده. ال9 شهور كلهم تعبانه. فجاه في بيبي فجاه في مسؤوليات بكل التفاصيل دي. طيب انا فين والكارير بتاعي فين وهكذا. كنت محتاره جدا اعمل ده ازاي. بدات حاسه يعني في الاول بصراحه شويه فقدت الامل. قلت لا انا شكلي كده خلاص بقى هحاول زي الناس ما بتقعد. اعمل ايه يعني حسيت ان انا شويه الوقت بيروح مني. فبدأت قُلت طب خلاص هابدأ أتحرّك المتاح اللي فيه courses. أنا كنت خريجة business ففي courses هاخدها ليها علاقة بbusiness، ليها علاقة بريادة الأعمال. فit's okay بدأت أعمل كده. أول حاجة بدأتها كان ابني تقريبًا عنده 9 شهور. أنا فاكرة كويس اللي هو كنت شايلاه وقاعدة بيه باذاكر الcourse. بس أنا باذاكره عشان أعمل refreshment للمعلومات اللي عندي. خايفة إن هي تتنسى. خايفة الحماس وكل الطاقة اللي كانت عندي والمعلومات تروح. لغاية ما بدأت طيب أنا محتاجة إن أنا أنزل أشتغل. بدأ يبقى وقتها سنة ونُص كده. فبدأت طب هاشتغل إزاي؟ قبل بقى فكرة الcareer counseling كنت عارفة عنه شوية ولكن مش عارفاه بشكل تفصيلي. بدأت برضه أدوّر في المتاح. إيه اللي أنا أعرفه عن نفسي؟ أنا أعرف إن أنا في الكلية باحب مشاريع التخرُّج والfeasibility study. طب أنا هاروح أدرس BMB. فرُحت درست BMB في الأكاديمية ولقيتها ليها علاقة بالengineering ولا ليها علاقة بالbusiness أصلًا. فاللي هو تمام شكرًا. طب هاروح أقدّم يعني في وظايف وفي أماكن بقى. لدرجة كان دايمًا أي مكان عامل إعلان إعلان عن job دايمًا بالقطه على طول. أنا فاكرة في صورة على موبايلي كنت بادّي ابني بقى كارفور يبدأ يلعب وكده. فلقيت الفوتوين مش عارفة عايز ناس رُحت مصوّرة الإيميل لحد أبعت لهم عليه. اللي هو أنا باتحرّك لده مش عارفة أتحرّك إزاي.
معايا. فحيرة وتوهان، وكل حاجة عايزة تقوليها في الفترة دي كانت موجودة. لدرجة قلت خلاص لا، أنا اللي أنا بعمله ده 6 شهور تقريبا أو أكتر، محتوى جدا، مش هينفع أكمل في كده. بدأت إن أنا آخد رحلة كارير كونسلنج وأروح لكارير كونسلر. هاي بقى يلا أنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض، وكان عندي أهلي عندهم فاميلي بزنس، طب أشتغل معاهم. طب أنا مش عايزة ده، بس هو ده موجود، وده من كل بيت أنسب ليكي وأنسب لابنك ولمواعيد ابنك وتاخدي ابنك معاكي الشغل. فلو فعلا كنت بين حيرة كبيرة، لغاية مهم. ما روحت وبدأت أمشي في البروسس. وبدأت أشوف أمشي إن البروسس دي بتعرفك على حاجتين: في جزء منها سيلف أويرنس، بتعرفي على نفسك كويس بشكل مهني، بتبدأي عارفة نقط قوتك نقط ضعفك وصلتك فين في الاختيار. وفي جزء منها تاني إنك بتستكشفي السوق. فلما استكشفت نفسي وبدأت أستكشف السوق، بدأت أحس إن أنا وقتها أنا في حاجة هنا بتنور، أنا في حاجة عايزة أروح لها. وقتها ده الوقت اللي أنا اتعرفت فيه عليكي، لأن أنا كنت من ضمن المجالات اللي كنت بستكشفها هي التريننج. فحد رشح لي روان ان انا اتكلم معاها. فرحله الاستكشاف دي بدات طب اختار تريننج ولا كوتشنج ولا ايه، فكنت دايما بقارن وبجمع معلومات. واخترت، رغم ان انا كنت بحب التريننج جدا، بس انا وقتها ابني كان صغير فده، وكنت عايزه اقعد معاه يعني فتره طويله. فاخترت مجال الكوتشنج ان هو يكون الحاجه الاساسيه، لان فيه مرونه في الوقت، في ان انا اقدر اشتغله من البيت، مش شرط كله يبقى بره، مش شرط يبقى دايما بسافر. واخترت التريننج از اللي هي تول بعملها من وقت للتاني. فده جميل. حتى بدأت إن أنا أشوف ده وأطبقه عليا أنا كأم بظروف إزاي. بدأت بعد كده خلاص أتخصص في الجزء ده. أنا خلاص بقيت كاري كوتش من 2020، أو يعني كاري سيرفيس بروفايدر، مقدم خدمات مهنية. بدأت أشتغل على الجزء ده، أشتغل بشكل عام. بعد كده لأ، أنا عايزة أساعد الومن اللي كانوا في نفس مكاني، أنا عايزة أدخل لهم. ليه ما يبقاش في برامج لمساعدة السيدات هنا؟ لأن التوهان والحيرة اللي أنا يعني مريت بيها، وفي نفس الوقت أنا كان عندي جاب في جاب سنتين ثلاثة، في 9 شهور حمل مهم. وفي سنتين ما بشتغلش فيهم. ففي جاب هنا، الناس بتسأل هي الجاب دي كنت فين؟ ليه ما اشتغلتيش؟ فلقيت ان الجاب اوف اكسبيرينس هنا محتاجة إن يبقى ليها طريقة إن هي تتعالج، وإن إحنا يعني نعالج الجاب دي ونتخطاها، ونبدأ إن إحنا ندور على جوبس وكاريرز تكون مناسبة لينا. بدأت إن أنا خلاص أتخصص في مجال العودة المهنية. يمكن هو كاسمه على يعني مصر الوطن العربي غريب شوية، إيه عودة مهنية؟ الفكرة إن أنا خلاص أنا حصل لي أي ظروف. إيه؟ هو في عودة أصلا إحنا بنقف؟ هو في عودة بجد؟ إحنا بنروح ما بنرجعش. مش هنرجع. اه. هي فكرة العودة المهنية، انت سبتي شغلك لأي سبب من الظروف، كنتي حامل او حتى لو انت قررتي ان ولادك صغيرين ومحتاجة تعملي ده. في واحدة مثلا بتسافر مع جوزها تقعد كام سنة بره، سواء في وطن عربي او في دولة أوروبية، وبترجع تاني، فبيحصل جاب هنا. فالجاب ده محتاج ان انا اعمل كارير تريننج واعرف ان انا اتخطاها ازاي، والاقي حتى حاجات تناسبني بالسن اللي انا فيه بامكانياتي وقدراتي دلوقتي. فكان مهم. التخصص بقى من هنا واشتغلت عليه طول الفترة دي. فدي كده الجيرني بتاعتي، من ان انا واحده محتوره خالص، لان انا كير سيرفيس بروفايدر، ومؤخرا بقيت سيرتيفايد كير سيرفيس بروفايدر من NCDA. فبالنسبه لي جزء العوده المهنيه على قد ما هو شغل، بس برضه بحس ان انا كنت في نفس المكان وكنت في نفس الالم، وعارفه يعني ايه التوهان والحيره، وان انا اكون مش عارفه انا عايزه اتحرك ازاي. بقى في حاجه نفسي كده ان انا احصل عليها، وان انا احس ان انا كمان عندي رضا وظيفي وعندي شغل وعندي كارير بتكلم عنه. مش ان انا بقيت مامي حبيبتي بنرضع وبنكرر وبندخل في زون كده مش عارفين نخرج منها. اللي انت هو قلتي حاجه حلوه قوي مهمه في كلامك، ان حتى لو في مامي راحت وقررت هي ان هي عايزه تقعد مع طفلها، هي الفكره دايما بيكون ان القرار طالع مني. يعني انا دلوقتي شايفه ان الاولويه، يمكن احنا هنتكلم عن ده النهارده في اللايف، لبيتي. فانا قررت بقرار واعي جدا ان انا عايزه اديكيت الوقت ده لابني او بنتي واقعد معاهم. ما كنتش طول الوقت باخد القرار ده وانا حاسه انه مضغوط عليا. ويمكن ده يطلعنا لسؤال مهم: انا امتى بعرف ان انا جاهزه ارجع الشغل بقى؟ اوكي. يعني ايه العلامه اللي تعرفني ان انا خلاص انا ريدي دلوقتي تو موف، ان انا ريدي ان انا اتحرك؟ اوكي، خلينا نقول احنا في فتره ما بيبقى فيه بيبي، احنا ممكن لو واحده اخذت قرارها او حسب الظروف باختلاف ده، ولكن كلنا ماشيين في نفس الطريق. باجي بقف عند مرحله كده، ولا ببقى راضي الرضا الكامل وانا قاعده مع ابني فول تايم. ولو انا نزلت ان انا في مؤتمر او نزلت ايفنت او حاجه، انا برضو لو سبته مش راضيه. فبقيت بحس ان انا ما عنديش عدم رضا وما عنديش عدم الاستقرار في الموقفين. ده بينتج عن ايه؟ بينتج ان انا ما عنديش بوصله واضحه لحياتي، وبالتالي جزء من حياتي جزء الكارير.
في حاجة مهمة قوي بنعتمد عليها عشان ابقى عارفة قد ايه انا راضية او لا، اسمها الكارير فاليوز او القيم المهنية. القيم المهنية دي بمفهومها البسيط جدا جدا هي بوصلتي، انا عايزة احقق ايه من حياتي. طب انا مثلا معايا بيبي صغير، فعايزه قيمه الفاميلي او العيله تبقى رقم واحد. فاتس اوكي، انا بشكل شخصي انا راضيه جدا ان ابني هياخد مني وقت طويل، فانا الفاميلي رقم واحد والشغل مثلا هيجي رقم ثلاثة أربعة. طيب ابني دلوقتي بدأ يكبر وبدأ ان هو يتحرك، فايه المشكله ان الفاميلي تبقى رقم ثلاثة والشغل يرجع يبقى رقم واحد، صحتي رقم اتنين، الحاجات اللي احنا فوتناها دي. فدايما بيبقى الموضوع كوست بنفيت، انا في حاجه بدفعها مقابل حاجه بحصل عليها. ولكن لو انا واضحه، انا عارفه بوصلتي الفتره اللي جايه بتحرك لده ازاي، فهبقى قابلة إن أنا أدفع التكلفة دي وأحصل على البنفيتس بتاعتها. يعني لو كنا بنتكلم على الستوري وبنتكلم على الجيرني، أنا لما اخترت الكارير كوتشنج واخترت إن أنا أعمله بشكل فيه فلكسبيليتي، أنا كنت عارفة إن ده مثلا ممكن ما يبقاش فاينانشال مش أحسن حاجة، أنا مش في شغل مستقر. طب أنا دي حاجة كوست بدفعها وأنا عارفة إن أنا محتاجة أتأقلم مع الشكل ده. طب أنا اخترته ليه؟ لأن في بنفيت، الفاميلي عندي رقم واحد، مستقرة، الورك لايف بالانس، انا بقدر ان انا اعمل حاجه لصحتي حاجه لابني، فانا عندي بوصله واضحه، فبالتالي في حاجات تانية بتنزل في المرتبه اللي بعدها بتبقى يعني اقل منها. طيب بعد ما هو بقى يكبر يبقى عنده 3 4 سنين، في حاجات تانية بتعلى، لا انا عايزه استابيليتي في الانكم، عايزه الكارير بتاعي يبقى واضح، عايزه اسافر، ففي حاجات شبه كده بتبدا تعلى شويه، والفاميلي والورك لايف بالانس محافظه عليهم، ولكن بتنزل في مرتبه اقل. فدايما بتحرك بمرونة، بس مهم تكون بوصلتي واضحة بالنسبة لي. لو البوصلة بتبقى واضحة، ببدأ إن أنا فعلا أقيس هل أنا راضية هل أنا مش راضية. ولو أنا مش راضية أبدأ أسأل نفسي أنا فعلا مش راضية ليه. هل أنا من الناس اللي أنا كنت زي ما إحنا قلنا كده، إحنا قبل الحمل كنا أكتف وبنحب نتحرك، بنبقى شايفين إن في حاجة فقدناها عن نفسنا. أنا كنت مهم. باخد من تطوعي ده أو من شغلي مكانة، باخد تقدير معين. في حاجات كتير بناخدها في الاحتكاك وفي الأنشطة اللي بنقوم بيها، مش شرط هناخدها من بيبي حبيبي، هو مش هيعرف يقدر اللي احنا بنعمله يعني، مش هيعرف انا يقدر ده، وبالتالي برضه هنلاقي. يعني انتوا راضيين ولا مش راضيين؟ الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي بتتابعنا، انتوا حاسين بايه؟ حاسين ان انتوا راضيين عن شكل حياتكم دلوقتي؟ لا مش راضيين. وزي ما بقول مفيش اجابات نموذجيه هنا، يعني هنا ده مجرد احساس. في حد بيختار ان هو لا هيديكيت وقت للبيبي اكتر، وفي حد بيختار ان هو ينزل من اول شهر. انا اعرف ناس نزلت بعد الشغل من اول شهر حتى، بس استنيت 3 شهور. ولا ده غلط ولا ده غلط على فكره، يعني دي كلها اشكال مختلفه. فشاركونا كده في الكومنتس انتوا حاسين بايه، وكملنا يا منا احنا ايه الستبس اللي اقدر امشي عليها عشان اعرف ان انا يعني لو انا جاهزه ان انا اتحرك للشغل. ايه الاسئله اللي اسالها لنفسي تعرفني ان انا محتاجه اخد ستيب في موضوع الكارير. هي أسهل حاجة احنا نقدر نقيسها هي شعورنا أو الفيلينجز بتاعتنا، أنا ببقى حاسة بإيه، ببقى مبسوطة ولا محبطة، ولا أنا قلقانة، ولا يعني مودي بيتغير طول الوقت. يعني لو هفتكر وقتها أنا كان مسيطر عليا إحساس الإحباط، لأ أنا محبطة، هو ده فعلا اللي أنا حاساه. لأ نور تقريبا بتقول وفيه طاقة غضب بالظبط، هي كل دي مشاعر بتطلع. المشاعر دي بتطلع ليه؟ المشاعر دي احنا دايما بنشوف مشاعرنا، وبنشوف ان المشاعر دي ممكن تخليني اعمل سلوك معين، ان انا ازعق بقى، اتعصب، ما بقاش مستحمله زن البيبي، في تفاصيل كده احنا ممكن نلقط السلوك الاخير، لكن مش عارفين ده حصل ليه. الشعور ده احنا دايما كده عندنا سيركل كده، افكار ومشاعر وسلوك. اي شعور بحس بيه، الشعور ده يعني عشان يوصل لي في طبقات ولايرز كتير جدا من الافكار اللي اتكونت جوايا. والافكار دي سواء اتزرعت بقى من وانا طفله، اتزرعت من وانا كبيره باختلاف المواقف، ولكن الافكار الموجوده دي بتبدا تخرج لي شعور نيجاتيف ايموشن، والنيجاتيف ايموشن ده بيبدا كمان يخرج معايا سلوك، وطبعا بالتالي بيكون نيجاتيف behaviors. فالكور بيبدا هنا من افكاري انا عن نفسي، سواء افكاري عن نفسي او زي ما قلت بالظبط افكاري عن السيتويشن اللي انا فيه. لو انا السيتويشن ده انا مبسوطه بيه ومقرره ان انا هكون مامي فول تايم مامي لفتره وبعد كده اتحرك لموضوع تاني، فانا خلاص انا افكاري هنا مستقره. لا انا لسه محتاره لسه قلقانه، فكل الحاجات دي بتقول ان انا ممكن بكون بفكر مش باحسن شكل ممكن. حتى انت كنت ذكرتي في الاول الكوجنيتيف ايرورز او اخطاء التفكير، او يعني دي حاجه كلنا بنمر بيها وكلنا بنشتغل ان احنا بنعالجها. يعني وما يعني بنشتغل بتخلصش طول الوقت. بتخلص ما وما تخلص. تنتهيش، بنفهم فيها، بس بنعرف نظبط سلوكياتنا بشكل احسن يعني.
والله كل ما احس ان هي خلصت الاقيها بتطلع تاني. طب ما انا اشتغلت، لا، انا بقالي كام سنه شغاله، بتروح فين؟ ف حد بيقول لي بتفل. يعني كل ما بتفهمي نفسك اكتر، كل ما بتكتشفي حاجات بشكل اعمق، وحاجات كده بلاوي بقى مستخبيه زمان بقى، فبنقعد كده ايه نطلعها كده، عارفه، على نحطها اون ذا تيبل ونبتدي نشتغل عليها. نور بتقول لنا عندها طاقه غضب، وريهام مش راضيه. اسماء بتقول ان انا راضيه ومبسوطه، مبسوطه من مرحله الامومه، بس خايفه لو انا واخده قرار الاولويه لابني وعيلتي دلوقتي، لما ابني يكبر هعرف ارجع تاني ولا لا. سؤال مهم قوي، ان انا بعد ما اتوقف هقدر ارجع ولا لا، ولا هكون كبرت بقى والسوق مش عاوز كبار بدون خبره. على فكره برضو ده كان من الحاجات اللي موجوده في الكومنتس، اللي هو انا فرصي هتقل في الماركت بعد الامومه. وخلود بتقول لنا انا مش فاهمه انا عاوزه ايه اصلا. ونورهان بحس مشاعر متلخبطه. فخلينا نجاوب على سؤال فرصي هتقل لو وقفت فتره. ماشي، خلينا شايفه ايه يا من؟ نجاوب سؤال فرصي هتقل، وبعد كده نرجع نتكلم على المشاعر المختلفه. فكره فرصي هتقل دي، خلينا نشوف ان انا فرصي بتتشكل بشكل مختلف. يعني الشخص الفريش جرادد بيبقى ليه شكل معين هو بيشتغل بيه، والشخص بعد كده الاكبر بتبدا تترقى بشكل او باخر. كنت بحضر دايما ايفنتس يا روان، وبروح اسال بسال اشخاص، بسال ناس بيعملوا هايرنج يعني، وبيعينوا اشخاص يشتغلوا كده. فكنت بسالهم وبقول لهم فكره اللي انا بشتغل عليه والكارير تيرنينج وهكذا. فكان في حد قال لي، انا فاكر الكلام ده كويس جدا يعني، ده كان مانجر في شركه. قال لي بصي، انا الفريش جرادويت لما بيجي لي، انا ببقى عارف ان هو ممكن ما يقدرش الفرصه اللي هو فيها. هو لسه حد بيجرب ولسه بيتعلم، وسهل قوي يحصل له تيرن اوفر ويمشي ويتحرك من شركات كتير. ولكن لو انت بتحكي ان في سيده او في حد كبير جه وهو كواليفايد، مؤهل واشتغل على نفسه ان هو يكون بيفاد في الوظيفه دي، انا هقبله على طول. لان هو يعني تمسكه بالفرصة وإحساسه بقيمة الفرصة دي هيبقى أعلى من حد لسه صغير يعني بشكل كبير. طبعا مش بنقلل من إيد حد صغير، ولكن ده فعلا لما قال لي كده أنا اتبسطت قوي. إن هو فعلا ده شايف. أنا بشكل شخصي لما مسكت فرصة إن أنا أشتغل بشكل معين، أنا بقيت مقدرها جدا، مقدرة وممتنة إن أنا قادرة أعمل ده، مقدرة إن أنا قادرة أظبط وقتي، وإن أنا بشتغل وإن أنا بتحرك. في تفاصيل كتيرة كده لما لظروف ما بتروح مننا، ونرجع إن إحنا يعني ربنا يدينا الفرصة دي تاني، بنكون مقدرينها كويس جدا. فده بفتكر المثال ده حقيقي. وإن كمان في جزء تاني دلوقتي لو بنتكلم عننا كسيدات، أشكال الرجوع للشغل مختلفة، مش شرط كلها بنفس الشكل اللي إحنا متعودين عليه، إن حد يشتغل من 9 ل5 في مكان في شركة أو في بنك أو كده. في انواع كتير جدا من الوظائف متاحه لينا دلوقتي في الوطن العربي. زي طبعا الكورونا كان ليه تاثير عليها، ولكن ده من قبل الكورونا موجود. في شكل الفول تايم اللي انا حد بشتغل من 9 ل5 في مكان، ده بشكل اساسي. في شكل بارت تايم، الناس بتشتغل كام ساعه في اليوم، او ايام وايام لا. وعارف اصحابي من لما وقت الحمل قالوا يعملوا ده في شركاتهم، شركات عادي ان هي مجرد بس ما حصل تفاوض او مناقشه، فبدات الموضوع ده تحصل على الشغل بشكل مرن. في حد بيشتغل من البيت سيلف امبلويد، زي ما انا لغايه دلوقتي سيلف امبلويد عادي. انا بقى بكون مسؤوله عن شغلي، سواء بشتغل كوتش او بشتغل عمل حر او هكذا. ببدا ان انا اظبط البراند بتاعي وابدا اتحرك بالشكل ده. او ممكن حد يفتح بزنس او يفتح ستارت اب. دلوقتي برضه في دعم كتير للشركات الصغيره والشركات الناشئه، والتمكين السيدات باشكال مختلفه. ففكره ان انا ارجع اشتغل بتكون ليها تفاصيل كتير جدا جدا. الفكرة بإن أنا بكون قايسة نفسي، قايسة مهاراتي وقدراتي واهتماماتي الوظيفية فين، وعارفة البوصلة بتاعتي، فبالتالي أقدر أتحرك لها. كلامك يا منى خبط معايا في حته كده، يمكن ردا كمان على سؤال اسماء في حته هكون كبرت والسوق مش عاوز كبار، واللي انت حكيتيه. انا بحس ان احنا بيبقى عندنا، يعني اللي بيمر بالتجربه دي بيبقى عنده انرجي كده جواه، عارفه، في بنزين بيحرك اكتر من اي حد تاني. ليه؟ لان انت فعلا زي ما بتقولي بقيتي مقدره الفرصه اكتر. افتكر ان انا يمكن دي حاجه اول مره بحكيها. الجروب ده اصلا ابتدى ليه بعيدا عن النيد، أو يعني ابتدى امتى، خلينا نحددها اكتر، ابتدى امتى. انا حد قيمه التاثير في الناس عنده عاليه. فكره ان انا اشتغل شغل اكون حاسه ان انا باثر، دي حاجه كبيره جدا عندي. ولاسباب مختلفه، بسبب جوازي وانتقالي للمحافظه الثانيه، المهم يعني بقيت ما مش حاسه القيمه دي في حياتي. فانا طول الوقت انا بشتغل، بس انا مش مبسوطه. يعني انا مش راضيه، مش يعني حاسه ان في حاجه غلط. انا اللي هو ده ايه، عارف الحد اللي هو قاعد كده عمال يعمل كده اهو، مش مرتاح. لحد ما في شهر 10 اللي فات، في احد المحادثات العظيمه اللي كانت بيني وبين جوزي، يعني انا سالته سؤال، هو انا ناقصني ايه؟ يعني ناقصني ايه عشان ابتدي؟
هو عارف ان انا عايزه ابتدي السبورت جروب ده من زمان، يعني يمكن من اول ما حملت وما لقيتش الموضوع، بس كنت متاخره. انا ابتديته وانا في الشهر السادس، ويعني في 6 شهور عدوا من الحمل. انا كل ده ايه، عايزه ابتدي بس مش عارفه، لحد ما وصلت لمرحله اللي هو لا، يعني I have to start now، عارفه اللي هو يعني now or never، يا دلوقتي يا بلاش. وفعلا اخدت الستيب وابتديت زي ما كنت بقول. احنا ابتدينا ب5، اللي هو انا كلمت ناس حواليا انا عارفه ان هم حوامل وامهات، يا جماعه انا في دماغي فكره كذا كذا كذا، يلا بينا نبتدي. وطلعت باول سبورت سيركل. الموضوع اختلف وكبر، يعني ما كانش شكله في الاول حتى الشكل اللي هو عليه دلوقتي، الموضوع عمال يتطور. كل ده سبب فكره الارج اللي انت بتتكلمي عليها، اللي هو ايه، لا في بنزين كده جواكي بيخليكي تتحركي اسرع من اي حد تاني. يعني برغم ان احنا ممكن يحصل لاج كده او فتره نقف فيها، بس في حته هنوصل فيها لا انا هكون فعلا اسرع من اي حد تاني، عشان انا حاسه بقيمه الفرصه، وعشان انا حقيقي عايزه ده. توقفت فتره فخلاص انا هتحرك دلوقتي. فنعمل ايه بقى يا من هقول لك نعمل ايه عشان نرجع؟ متفقة معاكي جدا جدا في الجزء ده. خليكي المثال اللي انت طبقتيه حرفيا بنستخدمه في السي بي تي، او ان احنا يعني ابتدي اشتغل على افكاري ومشاعري وسلوكياتي. اوقات كتير شغلي على افكاري ومشاعري بيكون كويس جدا، ولكن عشان اتحرك لازم يكون مدعوم بسلوك، حتى لو السلوك ده انا مش في احسن حاجات اللي بعمله. بس انت اعمل السلوك السيركل كلها هتتحسن، اعمل سلوك احسن السيركل كلها هتتحسن. بالظبط. انت مشاعرك انا عايزه ابدا السبورت جروب وقلقانه ومش عارفه ايه وهعمل ايه. انا مجرد ما بدات، مجرد يجي فيدباك وناس تجوين وفعلا ابدا اول سبورت سيركل وهكذا، فمشاعري وافكاري بتتحسن. ليه؟ ده بدا منين؟ بدا ان انا اخدت سلوك، بدا ان انا اتحركت. فانا متفقه معاكي. انا بقف فتره ببقى عايزه ان انا ارجع بشكل سريع. يعني حتى الحمد لله دي حاجه بسمعها من قرايبي، يقولوا لي انت وقفتي شويه بس عامله شبه السهم، اللي هو بنرجع كده ونروح طالعين بسرعه. فبتبسط بالمثال ده حقيقي، وكل واحده تقدر تعمل ده. يعني مفيش حد بيكون عمل حاجه خارقه، احنا كلنا يعني يومنا ممكن يبقى مش مستقر، ظروفنا مش مستقرة عادي، بس احنا بنحاول نهندل احنا عايزين نتحرك لده ازاي، وبنشوف اولوياتنا وبنحاول نتحرك لها. فالفكرة اللي هي يعني من الحاجات اللي بتساعدني وانا بتحرك ان انا احدد اولوياتي. انا عايزة احقق ايه دلوقتي؟ هل انا محتاجة مثلا في معلومات جديدة محتاجة اكتسبها، محتاجة ادرس، ولا محتاجة ان انا اخد خبرة فابدا ان انا اشوف شغل اتحرك له، ولا محتاجة لا دور دلوقتي مع اولادي فممكن لا خلاص خليني معاهم بس برضو بسمع كورسز، بسمع حاجات شبه كده عشان معلوماتي عن شغلي او عن حاجة اللي بحبها ما انساهاش. فالحاجات دي كلها ببدأ أشوف إيه البيبي ستيبس اللي أنا أقدر أعملها من دلوقتي وأقدر إن أنا أتحرك لها، بحيث إن أنا ما بقاش أحس إن أنا فقدت كل حاجة، وإن أنا مش عارفة أتحرك لده إزاي. وخلينا نقول إن إحنا أوقات مش بنعرف نعمل ده. ليه بقى؟ لأن إحنا بيكون عندنا cognitive error، أو خطأ في التفكير شائع جدا. أكتر خطأ في التفكير شائع على مستوى العالم اسمه all or nothing، أو black or white. أنا يبقى سوبر مامي، يبقى مانجر في مكان، يا ده أو أنا لو هاعمل ده يبقى خلاص أنا مش هاعمل حاجة تانية، أو يا إما لازم أكون ناجحة في كله في كله في كله، وما أقبلش تدرج ودرجات نجاحي في أدوار مختلفة من حياتي. أنا عندي أدوار مختلفة، أدوار المختلفة دي طبيعي أقوم بيها كلها. أنا أم، وأنا بنت، وأنا بشتغل، وأنا جارة، وأنا صديقة، وأنا حد بيتعلم. أنا كل الناس دي. طب أنا هل طبيعي إن أنا هكون عايزة أجيب 100% فيهم كلهم؟ مستحيل. يعني إحنا إنسان وليه طاقة، عندنا شوية بنزين. فالحقيقة إيه؟ إن إحنا نحدد أولوياتنا. فنحدد أولوياتنا. صحيح. والفكرة في تحديد الأولويات ده بيخلي عندي work life balance. إحنا دايما مفهومنا عن الwork life balance صراحة مغلوط شوية، اللي هو يوم ما يبقى متقسم من 9 ل 5 بعمل كذا، من 5 ل 7 في الجيم، من 7 ل 9 بشوف أصحابي، اللي هو ده كده تقسيم يوم وتايم مانجمنت. مالناش دعوة بيه. الحياة كده العملية شغل روبوتات، ده مش بالظبط. شغل إحنا ده شغل تو دو بني ليست، ادم تاني. تو دو بالظبط. ليست كده وخلاص. لكن إن أنا يبقى عندي حياة عملية متوازنة، هو إن كل فترة في حياتي ليها أولوية. فعلا بالظبط، ما لا يدرك كله لا يترك كله. كنت معلقة قدامي عشان ما بقاش عايزة أوصل لكل حاجة مرة واحدة. فأنا أولوياتي أولادي أوكي، أولويات شغلي تمام أبدأ أتحرك لها، أولوياتي إن أنا صحتي وقعت مني أوكي، آخد بقى فترة آخد فيتامينز بتاعتي وألعب رياضة وأخلي بالي من أكلي. فهي مجموعة أولويات أنا لو بتحرك لها. أنا أولويات المرحلة دي فعلا لو تمت أنا هكون راضية جدا وهقدر أتحرك اللي بعدها. لو انا قعدت اول 6 شهور مع ابني انا مركزه معاه ومركزه ان هو ده اولوياتي، لما هخلص بقى واروح لمرحله الشغل انا هنا مش هحس بذنب. لكن لو انا قاعده معاه وحاسه بذنب ان انا سايبه الشغل، وانا رحت الشغل وحاسه بذنب ان انا سايبه ابني، يبقى احنا كده بنلف في دايره من الذنب مش بتخلص. فهي
فالبداية كلها بتبدأ من إن أنا بس أكون محددة أولوياتي، وأبقى عارفة إن أنا لو عايزة كل حاجة ده صعب جدا، على الأقل أكون يعني في حاجات أولويات دي اللي لازم تبقى شغالة عليها بشكل أحسن في الوقت اللي إحنا فيه. ده كده جزء. طيب الجزء التاني اللي إحنا كنا بنتكلم شعورنا بالذنب و... والقلق والخوف هنا. مم. مشاعرنا السلبية طبيعي إن أنا أحس بيها، طبيعي جدا جدا جدا. ده هو ربنا خلقها كمان عشان تحركنا، وعشان حتى لما تيجي مشاعر إيجابية نحس بيها وهكذا. ولكن المشاعر السلبية ليها هنا شقين: يا إما تبقى مشاعر هيلفul، مشاعر مساعدة هتخليني أعرف إن أنا أتحرك، يا إما تبقى مشاعر unhelpful، مشاعر بتوقف، ومشاعر بتخليني أغوص في مشاعر سلبية أكتر وأكتر وبتوقفني. بعرف ده إزاي؟ لو أنا بكون قادرة أساعد نفسي، أنا مثلا خايفة، بس الخوف ده مم. ينفع صاحبه وانزل اتحرك بيه، ولا الخوف ده هيبقى هلع وهيبقى بانيك ومش هعرف اتحرك من مكاني؟ هل مم. انا مثلا يعني في حاجه مقلقاني، هبقى قلقانه وشويه بحضر نفسي مثلا لو عندي انترفيو او حاجه، ولا هتوصل لتوتر وانكزايتي وان انا مش بخرج بره الباب ومش عايزه اشتغل ولا اي حاجه؟ حتى كمان احساسي بالمسؤوليه تجاه ولادي او تجاه شغلي، يا اما يبقى احساس مسؤوليه متزن، انا عارفه ان هم مسؤولين مني وانا انسان عندي طاقه، بحاول ان انا اقدم لهم ده باحسن شكل يعني بقدر اعمله. او ان هو هيبقى احساس بالذنب، واحساس بالذنب فعلا كانه كده يعني بيأثر في النفسيه وبياكل في النفسيه كويس يعني كتير جدا. اللي هو انت بالذنب، انت واقف ومش بتتحرك وما انجزتش حاجه، ولو كنت بتنجز يعني 80% انت حتى دلوقتي 30 40% من 100 مش عارف انك تعمله. فاحساس الذنب من الاحاسيس المعيقه جدا جدا. ومن الحاجات حتى لو انا فكرت ارجع ان انا اشتغل تاني، احساس بقى فكره الذنب بقى، اولادي طب هيروحوا فين، طب لو قعدوا مع ناني، لو قعدوا مع مامي، لو سبتهم في حضان، كل التفاصيل دي. خلينا نبص على الصوره الابعد. هو انا مش عايزه اقدم نموذج لاولادي بام ناجحه، بام متوازنه. خلينا نشوف كده، انا عايزه اقدم مش فكره ام ناجحه بس، انا عايزه اقدم لاولادي ام متوازنه. الام المتوازنه اللي هي عرفت ان هي تربي، وعرفت ان هي تاخد بالها من صحتها، وعرفت ان هي تاخد بالها من شغلها، بتعرف تاخد قرارات وتتحمل مسؤوليتها. فانا بقدم له رول موديل، انت بقى يا حبيبي لما تكبر تبدا ان انت تعمل كده في حياتك كمان. وهو يمكن هم صغيرين مش بيقدروا قوي، يعني ابني عايز يمسك في رجلي وخليكي قاعده جنبي وما تمشيش وكل التفاصيل دي. لكن كل ما بيكبروا وبيستوعبوا ان انا بديك مساحتك وبديك وبديك قراراتك حتى اللي هي صغيره جدا بالنسبه لك، هيكبر يبقى فاهم ان امي شخص متزن، وانا بالتالي كمان محتاجه اكون متزن. فبنشوفها دايما بدل ما هو احساس بالذنب، انا هخليه يحس بالفخر في وقت من الاوقات لما يكبر ويكون بيستوعب ده حسب كمان المرحله السنيه اللي هو فيها. أو يمكن في أفكار تانية كمان يا منى ليها علاقة بالموضوع ده. هو أصلا يعني تربية الطفل ورعايته، هل هي مسؤوليتي أنا بس؟ ما هو يعني الموضوع مش مسؤوليتي أنا بس. منى أنتي معانا ولا انا معاكي، النت بس قطع؟ هو قطع ورجع تاني، لسه رجع دلوقتي. فكرة إن التربية يعني أو نسميها الأمومة والأبوبة. طب يعني هو الطفل ده ما جاش مسؤول مني أنا بس، يعني أنا فجأة كده، أو يمكن المجتمع بيوصل لنا دايما صورة إن إيه، مسؤوليتك هو معاكي. طب ما في افراد تانية على فكرة في المعادلة، يعني في ناس تانية موجودين في المعادلة وبيساعدوا باشكال مختلفة، بس بيساعدوا موجودين. فالمسؤولية كلها مش واقعة على الام عشان تبقى فعلا حاسة بكل الذنب ده ناحية ان هي بتتحرك خطوة لنفسها، او بتعمل حاجة هي في الاخر هتصب برضو. يعني زي ما بقول الكبير لازم يظبط عشان يظبطكم. هو انا لو مرتاحة البيت كله هيبقى مرتاح. يعني الدايرة بتبتدي من عندي. انا لو كويسه هعرف اربي ابني بشكل كويس، هعرف اكون مبسوطه، زوجي هيكون سعيد، فالدايره كلها تكتمل. بس لو انا متضايقه فكلكم هتتضايقوا بالتبعيه. مم. فيمكن دي نقطه مهمه. نورهان بتسال سؤال، هي حاسه بمشاعر متلخبطه، راضيه ومش راضيه. عارفه ان ابني محتاجني دلوقتي، وفي نفس الوقت مش راضيه عشان عايزه ارجع اشتغل واذاكر واطور من نفسي، وعارفه ان لو رجعت المجال شغلي هيبقى صعب عشان موضوع الجاب وهبقى كبرت. بيتهيألي احنا ردينا على شكل يعني واحنا بنتكلم، بس ممكن نوضحه اكتر. خلينا هقول بالظبط ان احنا ممكن نعمل ايه في الجزء ده. لو انا عند مرحله انا مش قادره اتقبلها قوي ما بين ان انا راضيه ومش راضيه، في زي تمرين بسيط كده انا بعمله بقيس بيه المرحله دي. بمعنى بجيب كده ورقه بقسمها نصين، بكتب كوست وبنفيت، انا بكتب التكلفه اللي انا بدفعها مقابل الفوائد. بكتب ده انا التكلفه هنا ايه، ان انا قاعده مع في البيت، ان انا في شغل بخسره، في جاب بتزيد وهكذا. طب البنفيتس ان انا
اولوياتي ابني ببني معاه بوند كويس جدا، بكون مسؤوله عنه، ده حاجه بتبسطني وبتخلي هويتي كمان تبدا ان هي تبقى واضحه وانا اكون مبسوطه بيها. فلاقيس والله لو البنفيتس اكتر من الكوست تمام هتحمل الكوست، وابدا ان انا اشتغل ان انا ارجع للشغل اخد كورساتي او حاجات بشكل تدريجي. طيب لو الكوست بالنسبه لي اكبر من البنفيت اللي بيجيلي، لا خلاص هبدا انا اتحرك للقرار التاني، وانا بشوف مثلا سبورت سيستم او بشوف حد يساعدني عشان ابدا اتحرك واخد القرار. فبالتالي هي المعادله مش واحده لكل حد، كل حد بيقدر يقيسها على حسب نفسه هو. انا حسب، في حد زي ما انت قلتي تقدر ترجع تشتغل بعد شهر، حد انا اخدت سنتين. فكل حد، مفيش هنا صح وغلط، وقدرتي على التعامل مع النتائج هنا ده اللي هيفرق معايا. الفكره انك هل في تكلفه هتقدمها مقابل ده قادر انك تدفع التكلفه دي، مبسوط بالبنفيتس والعائد اللي بيجي لك منها. فهي دي المعادله بمنتهى البساطه، كل حد فينا يقدر ان هو يقيسها بشكل مختلف. وفي جزء مهم قوي انت أكيد. اتكلمتي على الابوه، او ان انا استعين باشخاص تانيين، اي حد عشان يقدر ان هو يعمل تغيير او خطوه سواء في حياته المهنيه او في الحياه بشكل عام. في جزء اساسي كده ده بتبقى اسمها ترانزيشن او مرحله انتقاليه. المرحله الانتقاليه دي وهي بكون عارفه فيها كام حاجه، او كون قايسه نفسي، عارفه انا عايزه اروح فين، قايسه الموقف اللي انا فيه كويس، وعارفه هتحرك ده ازاي. ولكن وسط كل ده في عنصر اساسي هو السبورت سيستم، اللي من ضمنهم السبورت جروب بتاع روان. بس السبورت سيستم هنا في مسؤوليتين: مسؤوليه ان انا كأم اطلب المساعده واكون حاطاها بشكل يعني واضح، انا محتاجه وكمان احدد مساعدتي. ممكن اطلب مثلا من الاب انا محتاجه مثلا ساعه تقعد مع بيتي، احدد مساعدتي بشكل واضح، انا محتاجه المساعده دي، وفي نفس الوقت استقبلها بقى. لو في ناس بتساعدني وبتستقبلني اوكي، تعالوا ساعدوا مفيش فيها اي مشكله خالص. وكمان حتى لو هنزل نيرسري، لو هعمل اي حاجه بتاكد ان هو المكان ده مناسب، بتاكد بشوف الفيدباك، بشوف كل الطرق اللي هي بتساعدني وبتخفف عليا، بتخليني يعني اهون على نفسي او اهون على نفسي الخطوات، ما بقاش انا المتحمله كل حاجه. لان الحقيقه هيبقى صعب جدا الشخص وهو عايز يقوم بكل حاجه على اكمل شكل واحسن شكل ممكن، في الاول وفي الاخر انا اللي هنهار. بلاش. بالظبط. السبورت سيستم مهم، سواء بقى من زوج، سواء من اهل، سواء من اصدقاء، باختلاف كل حد بيعمل ايه. انا اديكي مثال بسيط: انا بدات اعتمد على السبورت ده اللي بتكلمكم دي، ما كنت بتحمل كل حاجه بشكل كبير، لكن انا خلاص. بس سافرت مع اصحابي اسبوع كده من كام يوم، فلو انا فعلا أنا اول مره حرفيا ابدا ان انا اطلب مساعده بشكل واضح. لو اول مره ابني يروح يقعد مع واحده صاحبتي مش من جنبي، لما قالوا لي: منا احنا مبسوطين قوي انك كنتيش متوتره، انت كنتيش المهم المتوتره اللي بتجري. قلت لهم اه، ما انا قررت بقى اعتمد عليكم. فهي بتبقى ليفلز، طيب، بنرتاح في الاخر ان هو يعني بنعمل ده. انت عارفه كلامك كمان خلاني اخد بالي من نقطه ان احنا دايما لما بنبقى عايزين نرجع للشغل او كده بنبقى باصين على اخر خطوه، اللي هو ايه، انا اشتغلت وخلاص وبترقى وبرجع لاحلامي او الشكل اللي انا كنت عليه قبل ما اتجوز مثلا، او في بدايه الجواز قبل ما احمل. وان هي الحياه مش كده، يعني هي عاده احنا بنبتدي بيبي ستيبس. فلو انا يعني هي دي ليها علاقه بفكره ان انا اشفت الفوكس بتاعي لايه. انا محتاج شفت الفوكس بتاعي من احساس ان انا عاجزه ان انا اوصل للصوره اللي انا رسمها او السيناريو اللي انا رسمه في دماغي، لفكره اول ستيب هعملها. يعني خلاص انا عايز ارجع الشغل، فاول ستيب ممكن تكون ان انا هاجي هاخد كورس على اونلاين. ابسط مثال. وابتدي انبسط لما اخلص ده واعتبره اتشيفمنت، ان ده بقى انا زودت ستيب في الستبس اللي هتوصلني للشكل اللي هيريحني. لكن دايما احنا بنبص على الريزلت ونسيب البروسيس نفسها. هو انا ازاي هتحرك من خطوه انا واقفه عند واحد وعايز اتحرك لخطوه 10؟ ما بينهم بقى في خطوات كتير قوي. فلو اخدتها ستيب باي ستيب وانبسطت بكل ستيب فعلا، حاسه ان ده هيفرق معانا بشكل كبير يعني. اللي بتقوليه حقيقي جدا جدا يا روان، هي البيبي ستابس سحر والله. يعني هي يعني في كل حاجة في الحياة هي البيبي ستابس سحر. انت حاجات كده بتلاقي نفسك كنت بتقول انك ما عندكش استمرارية، ولكن لما بدأت تعمل بيبي ستابس بقيت بشوف نتائج، ونتائج على المدى المتوسط والمدى البعيد. فايه ده؟ لا ده انا عندي استمرارية وبتحرك. فهي البيبي ستابس مهمة جدا. ولكن عدم ان انا باخد البيبي ستابس دي بترجع كمان لخطأ تاني من أخطاء التفكير اسمه making demands، أو إن أنا لازم والمفروض لازم اشتغل بالشكل الفلاني والمفروض اه، اكون في البوزيشن الفلاني. الشود ستيتمنت دي، يا بالظبط. هعمل الحاجه بالشكل ده يا مش هتتعمل، يا تطلع بالظبط. بيرفكت يا ما تطلعش. وتتلقط في كلمة must وشود. لازم، أنا لازم. مين ألزم؟ مين ألزم إن أنا لازم أتحرك بالشكل الفلاني؟ مين ألزمنا إن أنا لازم أكون سوبر هيرو في تفاصيل كتير؟ ومفيش هنا حاجة إلزامية
فعلا الحياة كلها بكل اللي فيها مفيش فيها حاجة إلزامية، هي اختيارات، اختيارات ونتائج بمنتهى البساطة. صحيح. نختار اللي يناسبنا ونبدأ إن احنا نتحرك له ونهون على نفسنا ده. هقدر أوصل للصورة اللي في دماغي دي، ويمكن هقدر أوصلها بصورة أحسن، بس لو بدأت أتحرك من دلوقتي بشكل بيبي ستيبس. صح. هي على فكره يعني انا ممكن فاهمه اتكلم في لايف لوحده عن فكره ان انا هوصل لها بشكل احسن. عاده مش بنبقى شايفين الشكل اللي هنوصل له، احنا بنبقى شايفين صوره معينه او حد معين عايزين نبقى شبهه او سيناريو معين عايزين نوصل له. بس لما بنمشي، لما بنتحرك، يعني احنا لما بنتحرك اليونيفرس اساسا بيتحرك معانا، يعني الكوكب كله كده بيساعدنا ان احنا نموف، بس لو احنا اخدنا قرار ان احنا نموف اصلا. طيب ريهام بتسالنا سؤال دلوقتي، فرصه الحامل اللي بتقدم على شغل، هنا في خوف كبير ان انا بعد ما هبقى حامل فهاخد اجازه او المولد، فهل اكمل سعي في الموضوع ولا ادرس في الفتره دي ولا اعمل ايه؟ سؤال ليه علاقة بالقرار. يا استاذ غسان هعمل ايه؟ هقول لك خلينا نتحرك. احنا بالنسبة لنا الاثنين اوبشنز، والاثنين مفتوحين، مفيش فيهم حاجة مقفولة. يعني انا بدرس وباخد كورسز او حاجه، وبقدم على شغلي وبتحرك لده. وفكره تقديم على شغلي هنا انا في كمان جزء مهم، الجوب سيرش، او فكره ان انا بمشي في بروس او خطوات ان انا الاقي وظيفه واقدم عليها. احنا دايما برضه بنشوف نتيجتها انها اتقبل، مش بنشوف كل النتائج اللي احنا بنعملها في النص. مش بنشوف ان في علاقات بنكتسبها، مش بنشوف ان في شغل بقيس الجاب ما بيني وما بينه، مش بشوف ان انا في انا ممكن من دلوقتي ابدا ان انا اعمل نتوركينج وبتعرف على ناس بتشتغل في المجال بتاعي، ابدا ان انا اتعلم منهم، ابدا يحصل ما بيننا تبادل في معلومات، في خبرات، في كورسات، وهكذا، لغايه ما ابدا ان انا اكون بجوين معاهم بشكل مباشر. فما بقاش شايفه ان انا يا اما بشتغل يا اما انا مش بشتغل، لا انا ماشيه في الطريق عادي ان انا بتعلم واخد كورساتي، وفي نفس الوقت بالتوازي معاه انا بحاول، يا اما لقيت وظيفه اوكي، لقيت حاجه working from home ماشي، لقيت حاجه بارت تايم ماشي. بدأت إن أنا أكون موجودة حتى في المجال، وإن أنا واعية بكل الأبديتس اللي بتحصل فيه، بحضر ايفنتس بتحصل منه بشكل مستمر. فيعني الحاجات دي كلها بتبدأ إن هي تفرق معايا بشكل كبير، وإن أنا أكون ماشية في الاتجاه وبسعى الكارير بتاعي أنا مسبتوش، رغم وأنا برضو حامل وبحافظ على صحتي وكل التفاصيل التانية ودوري فيها محافظة عليه. انا عايزه اقول لك تعليقا على كلامك ده، انا اللي خلاني ابتدي كارير كونسلنج اصلا. وانا كنت في انترفيو، كنت بعمل انترفيو في القاهره، كنت لسه ساعتها في اسكندريه، ما اتجوزتش، ما اتخطبتش، ما انتقلتش يعني للحياه بشكل كامل في القاهره. وهو الراجل اللي بيعمل لي انترفيو كان حد يعني في مؤسسه ما وعلى ليفل كبير، وقال لي انت شاطره بس انت بتعملي حاجات كتيره قوي، يعني انت عايزه ايه؟ والله العظيم خلص الانترفيو قال لي كده، قال لي انت عايزه ايه؟ فقلت له انا حابه اجمع كل الحاجات اللي انا بعملها دي في حاجه واحده، كنت لسه ورور صغنونه يعني كنت عندي حماس الشباب الجميل دوت. ف فبعدها رجعت عماله افكر في سؤاله هو انا عايزه ايه، وفعلا اخدت الستيب بعديها ان انا رحت بدات الكارير كونسلنج. عشان طب ايه بقى، يعني اوكي لو انا بعرف اعمل حاجات كتير فده شيء كويس، بس واتس نيكست، ايه اللي هتخصص فيه او ايه اللي هو فيه، او ايه الحاجه اللي هتريحني هتميكس كل السكيلز اللي عندي دي. فزي ما انت بتقولي هو مش دايما الريزلت ان انا هبقى اكسبتد في المكان، انا ما اتقبلتش بالمناسبه في المكان ده، بس الراجل اللي قابلني ده سبحان الله هو ربنا حطه في طريق في الوقت ده عشان يقول لي الكلمه دي عشان اتحرك التحرك ده. ف مش دايما فعلا هي النتيجه اللي انا متصورها. يعني لو سيبنا مساحه شويه للكوكب يدينا الفرص بتاعته، الدنيا بتكون الطف كتير. دينا بتقول لنا ان بحس ان مشاعرنا هي اللي بتعمل ضبابيه على رؤيتنا شويه، فما نقدرش نشوف الخيارات اللي قدامنا، حتى لو خلق خيارات دي لعبتنا قبل كده، او حتى ما نقدرش قيمه البيبي ستيبس. ده حقيقي يا دينا، ده حقيقي جدا، اجري مع كلامك. طيب دلوقتي بقى هي منا احنا نعمل ايه؟ يعني الناس دي كلها بتدور على سؤال، او خدوا بالكم هو في يعني نقطتين، انا حاسه بايه ونعمل ايه. حاسه بايه دي احنا لازم نعدي عليها، يعني اطلع كده وافرغ ان انا حاسه بالذنب، حاسه خايفه، قلقانه، حاسه ان انا نوت جود انف مقارنه بالكانديديتس اللي في الماركت عشان هم عندهم اوبورتونيتيز اكتر او هم فاضيين اكتر. كل دي مشاعر، المشاعر دي محتاجين نطلعها، نفرغها، نستقبل يعني نتقبل، نتحرك. دي بقى خطوات نقدر نعملها. فالخطوات دي بقى مع منا بقى نعمل ايه يا منا بقى؟ قول لنا ايه الستبس او ايه الحاجه اللي تقدر تساعدنا نفرغ كده كل حياتنا، فنقدر نتحرك قدام يعني. اوكي تمام، خليني هجاوب بس على جزء دينا اللي ليه علاقة في جزء ليه علاقة بالمشاعر هنا ورؤيتنا والخيارات. يعني على قد ما المشاعر شوية احنا بنشوف ان هي مشاعر محتاجة تطلع، بس بعد ما بتطلع يا روان هي برضو بتكون يعني كأنها زي الأسهم بتشاور لنا
انت محتاج ايه. صحيح. فالمشاعر صحيح. حتى لو احنا بنشوف ان هي حاجه غير منطقيه بالظبط، يعني غير منطقيه، ولكنها برضو بتساعدنا ابدا اتحرك في حاجه مناسبه ليا اكتر. زي ما انت حكيتي المثال ان انت عندك التاثير في الاخرين، فلما بدات دي مش موجود بدات تحسي مشاعري دي انا مش مبسوطه ليه، لان انا في حاجه اتجاه تاني محتاجه ان انا اعمله. فبالتالي انا صحيح. اقرر فبالتالي انا اقرر بمشاعري. دي نقطه مهمه جدا جدا. لو قدرت ان انا مشاعري دي اعرف هي جايه من افكار عامله ازاي واغوص مع نفسي اكتر، لو قدرت اعمل ده كويس. لو ما قدرتش ان ده شويه يبقى فيه تحديات او ان هو بيحتاج يتعامل مع بمساعده شخص اخر. طيب ايه بقى السلوكيات، وده اللي احنا هنتكلم فيه، ايه السلوكيات اللي هي تبدا تحركني عشان اخد فعلا الخطوات دي واكون حاسه ان انا بحس بالتمكين اكتر، وان انا ببدا اخد الخطوات دي بشكل واضح. اخد الخطوات دي بيكون ليها كذا اتجاه زي ما اتكلمنا. يا اما الاتجاه ده ببدا ابص له كده في كذا نوع. لو انا لسه مش بشتغل، لو انا في سكيلز معينه انا محتاجه اشتغل واطورها، ببدا ان انا اشتغل واطورها. لو في نولج محتاجه اكتسبها، معلومات، ببدا اشوف طيب ده ممكن اتحرك له ازاي. ولو في كمان شغل معين يعني قدامي، ممكن ابدا اتحرك لده حتى لو مش ده الحاجه الوحيده اللي عايزه اتحرك لها، ولكن بشكل ان انا بكتسب الخبره وبرجع تاني اشغل نفسي او محسش ان جاب بعد جدا. ولكن بيبقى في بصراحه بروسس اكتر بتساعد الشخص ان هو يمشي بالشكل ده. سواء البروسس دي اللي انا مريت بيها بشكل شخصي او اللي انا بشتغلها، او حتى اي حد بيمر بفكره الكارير كونسلنج بيمر عليها. ان هو رحلته في الاستكشاف بتبقى جزئين. جزء ان انا بكون قايسه مثلا حاجه اسمها كارير انترست، انا ميولي المهنيه رايحه فين، ايه الوظائف اللي تناسب شخصيتي تناسب البروفايل بتاعي، ابقى عارفه لما هشتغل فيها هكون منتجه ومبسوطه. طيب ايه الفاليوز والقيم اللي تحركني بوصلتي. وفي نقطه مهمه كمان انت اتكلمتي عنها، انت اتكلمتي في الانترفيو انا بعمل حاجات كتير. الشخص اللي بيعمل حاجات كتير ده بيكون موهوب جدا، بس بيجي عند مرحله كده انا مش عارف ايه اللي بيخليني عندي موتيفيشن وايه اللي بيخليني عندي ستريس. انا بعرف اعمل حاجات كتير جدا. فبنيجي مم. هنا نتطرق لحاجه اسمها موتيفيشنال سكيلز. ايه المهارات اللي بتحفزك فلما تستخدمها تكون منتج وبتتحرك اسرع، وايه المهارات اللي انت ممكن تبقى متقنها جدا بس انت مجرد ما استخدمتها بتسبب لك ستريس حتى لو انت مش عارف. فبنحاول نلخص في كل الحاجات دي، ابدا اشوف ايه الوظائف اللي ممكن تكون مناسبه لشخصيتي. وفي نفس الوقت احنا اتكلمنا على انواع وظائف بشكل مختلف. اقيس بقى انا عايزه انواع الوظائف دي اتحرك لها دلوقتي ازاي. اشتغل بارت تايم ولا ممكن اشارك واحده صاحبتي ان احنا نفتح مشروع صغير، ولا ابدا اشتغل حاجه اونلاين بشكل فريلانس او سيلف امبلويد وهكذا. فابدا ان انا بحثي عن الوظائف ما تبقاش هي خليني اوضح لك هنا في جزء مهم برضو. في حاجه اسمها جوب منتاليتي وفي حاجه اسمها كارير منتاليتي. جوب منتاليتي اللي انا عقليه ان انا رايح انا عايز وظيفه، وهو ده حصلت عليه حصلت يعني انا ده الهدف بتاعي. زي ما تبقى في ناس حتى ده كانت اقدم شويه الجيل اللي قبلنا شويه، لو حد بيشتغل في شركه مش عايز يسيب الشركه دي لغايه ما لو ابنه يقدر يدخله مكانه ويقدر يعمل كده. ولكن اه بالظبط، هو مركز ان هو عايز الجوب، دي الحاجه الوحيده اللي تراجل بالنسبه له. لكن دلوقتي الوضع مختلف شوية. أنا أتبنى فكرة الكارير منتاليتي، أنا ببني الكارير بتاعي سواء دلوقتي أنا بشتغل أو لأ. أنا أوريدي ماشية في الكارير بتاعي. لو أنا اشتغلت في شركة أو في مكان المكان ده طورني أو لأ، أنا بطور نفسي. المكان ده رقاني أو لأ، أنا عارف إن أنا وصلت عند ليفل معين محتاجة أترقى، فهبدأ أنا آخد الخطوات دي لنفسي. الكارير ده بيشمل ان انا لو في هفتح بيزنس، هاخد شهاده كبيره، هاخد MBA، هسافر اتعلم، هاخد خبره معينه. فانا بالتالي طالما انا وجهت تفكيري ان انا ببني كارير، فهبقى عارفه ان انا كل حاجه بعملها باستثمار في الكارير بتاعي. فاستثمار دلوقتي على حسب المرحله اللي انا فيها. الفكره احنا نبدا نستثمر بقى في نفسنا. استثمر في نفسي الكورسات اللي مناسباني، الحاجات اللي انا اعرفها عن نفسي اكتر. وممكن اسال الناس كمان. يعني في من الحاجات كمان اللي كانت مميزه قوي ان انا مش هقدر لو مش بقدر اخد البروسيس دي بشكل يعني مرتب، ببدا اسال ناس اشتغلت معاهم قبل كده، زمايلي، اصحابي، انا مميز في ايه، انتوا شايفيني انفع ازاي. هيبدا بقى يتقال لك انت حد بتسمع كويس، ممكن والله يشتغل في حاجه شبه الكوتشنج وانت بتسمع كويس. فلو ايه ده، دي حاجه اساسيه جدا عندنا انك تعرف تسمع. حد بيقول لا انت بتعرف تقدم وبتعرف تبيع كويس، فانا ممكن اشتغل في مكان بعرف فيه افكاري او ان انا ببريزنت حاجه. دي كلها صحيح. ميول. حد تاني ليه علاقة بالكمبيوتر، فانت ممكن تشتغل بقى في داتا او ممكن تشتغل تعمل ديزاين حاجات شبه كده. حد بيحلل وحد بيفكر وبيحل المشاكل، ولا انت ممكن تشتغل في وظائف ليها علاقة بالجزء التحليلي. كل حد فينا مم. بيكون عنده مجموعة مهارات وبيستخدمها بشكل فطري جدا جدا جدا، ومش بيبقى واعي ان هي دي تنفع تبقى وظيفة. فانت ممكن لما اوكي. تسأل ده تجمع داتا بقى من الناس اللي حواليك يفرق معاك قوي.
عايزه اخد دي قبل ما تكملي يا منى معلش، وتبقى فعلا اكسرسايز بنعمله. اشجع الناس جدا كلها يعني النهارده بعد اللايف تروحوا تكتبوا على البروفايل بتاعكم انتوا شايفين من مع صحابكم، انتوا شايفين هم شايفينكم شاطرين في ايه او مميزين في ايه. الموضوع ده ماجيكال يا جماعه، يعني بجد الموضوع ده سحري. الناس بيشوفوا فيك حاجات ساعات احيانا انت بتبقى بتعمل لها اندر استيميشن او لا 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 مش ممكن، على فكرة. سبحان الله ساعات بتبقى الحاجه دي هي الحاجه اللي هتغير حياتك كلها. فانا بشجع جدا جدا ان الناس تعمل ده النهارده حتى، وشاركونا على الجروب ايه النتائج بتاعت ده. يعني اعملوا ده مع صحابكم وتعالوا احكوا لنا هنا على الجروب انا لما عملت ده اكتشفت واحد اتنين تلاته اربعه. دي حاجه هتبقى سعيده جدا وهتفرق جدا 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 يعني. انا اسفه منى اتفضلي. لا بالعكس، بس كانت ده دي مهمه. كويس قوي انك قلتيها يا روان. انا عايزه اقول لك على حاجه بمناسبه الجزء ده. انا فاكره من الحاجات اللي كانت محفزه جدا ليا ان انا ادخل مجال التوجيه المهني او ان انا اكون كسيرفيس بروفايدر. هو انا فاكره ان انا وقت الكليه كنت دايما بشجع اصحابي، يلا بينا نروح ناخد الكورس ده، يلا بينا في ايفنت في المكتبه يلا نروح نحضر، يلا ده في مؤتمر هناك ما تيجي ونروح. ساعات بروح لوحدي او لو في حد باخده بروح معاه. فلما جيت بشتغل وبقيت بوصل ايه ده، انا اللي كنت بعمله بشكل فطري تماما تماما وانا صغيره، اللي هو بس دي رغبتي ان انا اتحرك واحده ايفنتس وابقى موجوده في حاجات شبه كده. ده بقى شغلي. وفعلا ما سالت صحابي. طب خليني هقول لك على حاجه تانية افتكرتها. اول سنه في الكليه سالت صحابي انتوا عايزين تطلعوا ايه؟ احنا كنا تجاره انجلش في الاول، لان احنا دخلنا الكليه خلاص. انا مش مقتنعه يعني. أنا مش مقتنعه. انا كنت عايزه ادخل صيدله ودخلت تجاره انجلش، بس شايفه ان انا لسه في كارير تاني. حتى لما قست على نفسي هو انا بسأل السؤال ده ليه، لا ده في عقلية صغيرة كده بداية ان هي ممكن والله يبقى حد بيشوف الكارير ده بشكل مختلف او ان هو يشتغل في الجزء ده وهكذا. فالحاجات البسيطة قوي احنا لما بنبقى عندنا وعي بيها بس او ركز عليها بتبدأ فعلا بتفرق معانا وبتفرق كمان في صورتنا عن نفسنا. ان انا احنا لما بنرجع تاني انا بعمل اي سلوك انا صورتي عن نفسي بتتحسن. اوقات افكاري بتاندرستيميت ده، ولا انت ممكن ما تستحقش وان انت not good enough وانك لا ما في ناس تانيين مسابقاك. انا كنت حاسه بكده ان انا قعدت 3 سنين فاصحابي كلهم خلاص ما شاء الله معاهم MBA وماجستير وكده وانا لسه معايا بيبي. ربنا يحفظه طبعا ويبارك فيه. بس حسيت ان هو طبيعي جدا افكارنا تكون بتاخدنا، افكارنا من الاخر عايزه تحافظ علينا، تخليك في فكره الكومفورت زون. هي افكارنا اتخلقت كده، وافكارنا السلبيه كمان عشان تحافظ عليك من اي مجهود. فانا دايما احاول خروجي بره المجهود ده يبقى ليه كذا دايره. يبقى ليه حاجه اسمها في الاول كومفورت زون، دي منطقه الراحه. الحمد لله. خليني كنت في جزء بس بقوله معاكي اللي ليه علاقه بان انا بتحرك ازاي لو انا في كومفورت زون. وطبيعي احنا كلنا حتى لو احنا دخلنا بعد الامومه وبعد التفاصيل دي، مجرد ما احنا بس بنتعامل مع بيبي اي تفاصيل يعني بحس ان خلاص اتعلمت ده فانا بقيت في كومفورت زون. بس انا لسه مش راضيه ومش مبسوطه. فالكومفورت زون ده بقى الثيم بتاعها ان انا حاسه بملل، حاسه مش راضيه، ممكن اكون مرتاحه مش عايزه اغير ده، مش قادره ابذل مجهود قوي، ولكن انا لسه في منطقه مش بتحرك. عندنا زون تانية اكبر منها شويه، عندنا تو زونز كده. عندنا في زون اكبر خالص اسمها بانيك زون. بانيك زون دي ان انا خلاص هقوم اعمل تغيير، انا مش بشتغل خالص، بكره هنزل فول تايم جوب. لا انا ما فيش اي حاجه محضراها، ما خدتش اي خطوات في النص. لا، فكره البانيك زون هو انا بعمل تغيير كبير جدا وانا لسه مش ما عنديش الاستعداد الكافي ليه، ما اهلتش نفسي. فبيبقى اللي بيضغط على التفكير ده هو التوتر وحالة الهلع. أنا ممكن أروح أقدم في انترفيو وأتقبل، بس ممكن بعديها بأسبوعين أما ما أكملش. ليه؟ لأن ما كانش عندي الاستعداد الكافي إن أنا آخد الخطوة دي. أخدت خطوة من مكان بانيك زون، أنا ببانك ولكن عايزة أعمل خطوة كبيرة وأتحرك لها بسرعة أخلص. في جزء تاني في النص بيمشي بقى بيدمج ما بين الجزئين. الجزء الرمادي اللي احنا اوقات كتير مش بنبقى عايزين ان احنا ندخله ده، هو يا ابيض يا اسود. الجزء الرمادي ده اسمه ستريتش زون. الستريتش زون دي انا بوسع دايره، عندي دايره راحه صغيره، وكل ما بتعلم مهاره جديده باخد خطوه جديده لشغلي، ببدا ان انا اجرب نفسي في مكان جديد، اقدم على الانترفيو وادخله حتى لو عارفه ان انا مش هتقبل. بس لو انا بستريتش قدراتي وبستريتش مهاراتي بتعلم. فببدا ان انا لما اجي اخد خطوه ان انا ارجع لشغلي، ابدا ارجع لشغلي وانا اوريدي عامله خطوات كتيره. فلما بنتكلم فكره البيبي ستابس، بيبي ستابس دي عشان تساعدني اعمل النقله اصلا. البيبي ستابس دي هتساعدني لما اجي ارجع فول تايم اكون قادره اعملها بكفاءه وانا كواليفايد في المكان اللي انا فيه. فالسيشن زون ده بيغلب عليه ايه بقى؟ حماس وشغف، ايه ده في حاجه جديده انا عايزه ان انا اتحرك لها، ومعاه شويه توتر شويه وشويه خوف من المجهول.
احنا بقى البروجرام بتاعنا اصلا في الستيتش زون. لو احنا ستيتش زون احنا بنتحرك بره الكومفورت زون، بس نتحرك لده بشكل تدريجي، واحنا شايفين وقايسين اولوياتنا كويس قوي، ومقدرين ظروفنا، ومقدرين كل حد بيحاول ان هو يتحرك وياخد خطوه بره منطقه راحته، حتى لو هي خطوه صغيره جدا. تأدينا لنفسنا على ده كويس قوي، ومكافئتنا لنفسنا. انا هكافئ نفسي بعد اللايف ان انا شاركت، ورنا تكافئ نفسها، وكل حد معانا يكافئ نفسه ان هو بياخد خطوه تجاه نفسه وتجاه حلمه وشغله حتى ولو صغيره. كل ده بيفرق في مجمل الخطوات اللي انت بتمشيها. فده الجزء اللي هو الليفلز بقى في الحركه. طيب جميل جدا. قولي لنا بقى يا منى كده في اخر اللايف. طيب حته بقى الورك لايف بالانس انت كنتي بتتكلمي عنها ان هي مش يمين وشمال، لا هي عباره عن برسنتجز او نسب احنا بنحطها في الحياه لاسبكتس الحياه المختلفه. فكلمينا اكتر عن الحته دي ازاي نقدر نعملها. اوكي. وانت بصي من اللايف يعني النهارده تول كده ناخدها نقدر تساعدنا بعد حتى ما تخلصوا اللايف ان شاء الله تبتدوا تشتغلوا عليها وتحطوا يعني ايه تفكروا كده ايه اللي يخلي شكل حياتي كلها مثالي بالنسبه لي فاكون راضيه اكتر وبالتالي مبسوطه اكتر. اوكي، هقول لك جدا. احنا اوقات كتير مش بنبقى عارفين نقيس احنا عايزين نتحرك ازاي. مش ببقى عارفه اقيس اولوياتي، عندي مشاعر متلخبطه، انا عايزه كل حاجه وانا مش عارفه اتحرك لايه بالظبط. عشان اعرف ان انا اتحرك واخد اولى خطواتي واستثمر، مهم ان انا اقيس حياتي دلوقتي، اقيس ايه الموجود فيها، ولو الحمد لله يعني في تانك كده مملي فيه كويس، وايه الحاجات اللي فعلا محتاجه بقى اولوياتي الفتره اللي جايه لان التانك فيها قليل، ان انا مليها بشكل قليل جدا. فعندنا في حاجة اسمها ويل اوف لايف أو عجلة الحياة بمنتهى البساطة. عجلة الحياة دي بتقول لنا إن في 8 اتجاهات كده أو 8 عواميد في الحياة. الشخص المستقر مهم إن هما يكون موجودين عنده، بيسعى إن هو يملاهم من وقت للتاني. لو حاجة زادت أو حاجة مملية فأنا بعمل صيانة ليها إن هي تبقى تمام وكويسة، ولو حاجة قليلة ببدأ إن أنا أشتغل عليها وتكون أولوياتي الفترة اللي جاية. اللي هشيره معاكم هي تول ليها علاقة بالويل اوف لايف. الويل اوف لايف دي عجلة كده، كل مكتوب على كل حاجة اسمها، يعني صحتي، أسرتي، علاقاتي العاطفية، شغلي، أهلي، روحانياتي، كل التفاصيل دي مكتوب عليها numbers from 0 to 10. انت بقى قيم مع نفسك، انت في اللحظة اللي انت فيها دي المجال ده او الاتجاه ده في حياتك ياخد رقم كام؟ ياخد رقم 7 8. حلو، احنا كده في مرحلة فيه متقدمة وكويسة جدا. فاحنا ايه، نعمل له صيانة ونحافظ على الرقم ده بمجهود قليل. طيب في حاجات تانية 2 و3، وفي حاجات 0. ممكن يبقى في جزء مادي، الأمهات اللي مش بتشتغل ده ممكن يبقى 0، وأنا عن مر عليا ب0 في وقت من الأوقات. فلو تمام يبقى ده محتاج مني إن أنا أشتغل أكتر، محتاج مني يبقى هو ده أولويتي. لا والله مش هو ده أنا ممكن صحتي، أنا ممكن أسرتي، باختلاف بقى كل حد فينا. فزي ما اتكلمنا إن التوازن أو الحياة العملية المتوازنة هنا بتيجي بإن أنا بحدد أولويات المرحلة اللي جاية. أنا فاكرة كويس جدا كان حد يعني كانت شخصية ربنا يجزيها كل خير ثيرابيست، علمتني إن هو كل سنة بنحط فيها أولوية. فأنا فاكرة إن أنا في سنة 21 دي كانت سنة الصحة، بشتغل في الكارير وبخلي بالي من ابني كل حاجة، بس هيلث نمبر 1، دي رقم واحد. ويمكن دي قعدت بقى بلعب فيها رياضة وبخس كتير. في سنة 2020 دي كانت الكارير، عشان كده بقى أخدت السيرتيفيكت وعملت انترفيو مع روان اللي هو تفاصيل كتير. 2022 باختلاف بقى كل حد فينا كأنه بيختار عنوان للسنة أو عنوان للمرحلة اللي جاية. بحاول أشتغل على الكل، ولكن عندي حاجة أساسية تغلب على الحاجات التانية، وحتى بتيجي ممكن تقولي في لنا تاني اه الاسبكتس الموجوده في الويل اوف لايف؟ انا هكتبها في الكومنتس دلوقتي اوكي. وعايزه الناس تشاركنا الثيم بتاع 23 ايه. احنا لسه في مارس فاحنا لسه في اول كوارتر ايوه في السنه، فبالتالي نقدر نبلان للسنه اللي احنا فيها دي. فايه اكتر حاجه هي الثيم بتاعت السنه وخليني اكتب وراكي ايه هي الاسبكتس اللي عندنا. الاسبكتس موجودة. جزء ليه علاقة بالجزء الروحاني، آه، مهم. علاقتي بقى بربنا وانا شايفة حتى رؤيتي عنها ازاي. الفاميلي، الورك، شغلي، هيلث صحتي، علاقاتي الريليشن سواء بقى شريك حياة أو العلاقات بشكل عام. جزء الفن إن إحنا بننساه، إحنا أوقات كتير عايزين نشتغل في الحياة وننجز وبننسى جزء الفن. الجزء مهم. الفاينانشال أو الجزء الإنكم، دخلي أنا دلوقتي عندي دخل أو لأ. مم. والحاجة الثامنة كانت ليها علاقة بالأصدقاء أو اللي ليها علاقة بالجزء اللي فيه تكملة العلاقات. الجزء الروحاني والعيله وعلاقاتي بشكل عام، صح كده؟
فاميلي يعني في علاقات، بصي في علاقات، او في علاقات هو بشريك حياة، وفي علاقات بشكل عام، والفاميلي دي شريك بيجي أكتر الحياة؟ تحتها دور الأمومة. صحيح. وعلاقات عامة. ماشي. وفي جزء الفن عشان احنا بننساه، وانا ما كنتش بندم يعني، ما كنتش بفتكر بصراحة. والجزء واحد اتنين اللي هو تلاتة. في الترفيه ده اللي بيجي تحتيه السفر، ده اللي بيجي تحتيه الخروج والترفيه عن النفس، وان احنا نكافئ نفسنا. فهي التفاصيل دي كلها، وطبعا صحتنا وشغلنا ومصدر الدخل في حياتنا، دي كده العواميد الأساسية اللي دايما بيتحرك لها. فأنا أبدأ بقى أدي كل واحدة فيهم رقم، زي ما قلنا رقم 2 3 يبقى ده محتاج مني شغل أكتر شوية. الرقم اللي 7 8 اتس اوكي، ما زعلش لو مفيش حاجة رقمها 10، مش الطبيعي ولا المنطقي اللي هي تبقى في حاجة رقمها 10. أنا لو 7 8 ولو وصلت ل9 يبقى أنا كده آه عملت أقصى حاجة اللي أنا محتاجة إن أنا أعملها دلوقتي. وبالتالي عندي بقى أملى التانك في تفاصيل تانية أو في جوانب تانية من الحياة، عشان أبدأ أحس بالتوازن هنا، وأبدأ أحس إن أنا فعلا استثماري رايح في الاتجاه الصح. وبالتالي لما أحصل على عائد الاستثمار ده هبقى حاسة برضا. فهي الرضا بتيجي دايما من حركتنا. في أوقات أو في ناس كتير، خليني أقولها، بينصحوا الأمهات لا خليكي اقعدي ربي ولادك ما تشتغليش، مش عارفة إيه، عشان برضه ده جزء افتكرته. يعني بيتقال كتير يعني، أو سمعته من أشخاص بيبقى همهم نصيحتي. خلينا نتكلم. أنا مؤخرا بدأت أشوف إن الراحة بتيجي من الحركة، وفعلا عدم حركتي مش بتسبب لي راحة خالص، بتخلي نيجاتيف صوت تطلع وفيلينجز وتفاصيل كتير بيبدأ عقلي ومخي يطلعه لي. فأنا أبدأ إن أنا أتحرك. لما اتحركت حتى ممكن أرجع آخر النهار مرهقة وتعبانة، ولكن حركتي دي في الآخر نتجت إن أنا نفسيا مرتاحة، نفسيا أنا راضية. أنا عارفة إن أنا قيمي وبوصلتي 1 2 3، فأنا بشتغل اللي عليهم إن أنا أحققهم. بشتغل ان انا املى عجله حياتي، ان انا اطورها، اشتغل عليها، اكون والله الانكم بتاعي دلوقتي 1، كمان كام سنه هيبقى 5 و6، فانا هكون مبسوطه وبشتغل على ده. فاكتر حد هيقدر ان هو يقيم الخطوه دي ويقيم اتجاهاته واولوياته هو كل حد فينا على حسب ظروفه وحسب يعني طاقته وعايز يعمل بيها ايه. صحيح. هي دايما المشكلة بتكون إن الناس عايزانا نعيش حياتها. يعني ده نفع معايا، فأنا شايف إن ده الصح المطلق. فأنا بالتالي أنا عايزك تمشي، طب أنا مش مرتاح فيه، لا هو ده الصح. وهو مفيش، يعني هو مفيش صح فعلا، هي الفكرة كلها أنا الثيم بتاعي إيه. وطريقا على نقطة إن أنا أثبت ثيم للسنة، الموضوع ده فعلا، يعني الموضوع ده بجد. أنا قعدت السنة اللي كنت فيها بدرس مع حد بره مصر، إحنا كنا بنسيت انتنشنز لكل سنة، يعني بناخد 5 نوايا للسنه، وطول السنه احنا كل الستبس اللي بنتحركها للانتنشن دي. والموضوع فعلا سبحان الله، انا كنت بقول ايه ده ازاي. يعني في وقت من الاوقات كان بالنسبه لي فاينانشال اويرنس وان انا اكون مش بس يكون عندي انكم، لا اكون بستثمر، دي كانت جزء مهم في حياتي. ابتديت بعدها اخش في البورصه واتعلم حاجات انا عمري في حياتي ما كنت اعرف ان انا هخش فيها اصلا. لكن مجرد ان انت في الاول حطيت النيه دي، فابتديت تاخد خطوات صغيره صغيره تتحرك ناحيتها، فلقيتها بتحصل. فانا استيل عايزه اعرف الناس انتوا شايفين الثيم بتاع السنه دي ايه. ومفيش اي عيب ان ما يكونش الثيم بتاع السنه العيله. يعني عشان بس ايه، يعني مش لازم يكون الثيم بتاع السنه ان انا جبت بيبي فهو البيبي. قد يكون بالنسبه لي ده دلوقتي البريوريتي، بس ناس تانية لا، في ناس في ستيجز مختلفه. ففي جزء العلاقات مثلا، انا بقالي كتير مش عارفه اخرج مع صحابي، علاقاتي كلها واقعه فعايزه اصلحها. فاحنا في ستيجز مختلفه. فانتوا ايه الثيم بتاع السنه دي؟ وخلينا نقول اخر جزء بقى يعني نريكاب كده يا منا، احنا اتكلمنا في ايه من اول ما ابتدينا اللايف، والناس لو عندها اي اسئله او كومنتس تحطها لنا ونبتدي نجاوب عليها يعني. اوكي تمام يا روان، احنا اتكلمنا في ان احنا ازاي ابدا اعرف انا مستعده ارجع لشغلي او لا، وقلنا نقيس مدى رضانا عن نفسنا. وبالتالي قياسنا لمشاعرنا ده هيبدا يخلينا نبقى نفكر إن في حاجه اسمها مشاعر وافكار وسلوك، وافكار دي جايه من شويه اخطاء تفكير كده محتاجين نشتغل عليها، او حتى نتاقلم ونتعامل معاها ونصاحبها، ونخلي النيجاتيف ايموشنز بالنسبه لنا تكون مصاحبه اكتر من ان هي تكون حاجه موقفه او معيقه بالنسبه لنا. واتكلمنا في جزء التوازن او الحياه العمليه المتوازنه اقدر ان اعملها ازاي. شاركنا مع بعض التول اللي ليها علاقه بالويل اوف لايف. بس لو هنختصر اللايف بتاعنا النهارده في 3 بوينت اساسيين. هي البوينت الاولى هو ان أنا الوعي، اكون واعي باولوياتي، اعرف ان انا في كوست هدفعها نتيجه الاولويات دي، ولكن لو انا محدد اولوياتي صح وعارفه اتحرك ازاي، فانا هقبل ادفع الكوست وهستمتع واكون ممتن للبنفيتس اللي هتجيلي من شغلي على الاولويات دي. فده كده الخطوه رقم 1.
الخطوة رقم 2 وأنا برجع لشغلي أبقى عارفة إحنا اتكلمنا على أنواع الوظائف، في حاجة اسمها فول تايم، بارت تايم، باي بروجكت، إن في تفاصيل كتيرة لرجوعي للشغل. مهم أكون عارفة لو أنا خلاص محددة المجال وحددت الأولويات، ببدأ أشوف طيب أنا بظروف حياتي بشكل حياتي الجديد بأولوياتي وبوصلتي أختار إيه نوع الشغل اللي أنا هرجع له. وخلينا نقول هنا إن إحنا محتاجين نكون مرنين. يعني أنا مش معنى إن أنا اخترت بارت تايم إن أنا هختاره طول العمر، ممكن أختاره لمدة سنة وليه بعد سنة أبدأ أتحرك أشتغل فول تايم، بعدها بكام سنة أفتح بيزنس بتاعي. فهي فكرة تبني الكارير منتاليتي قد ما هي فكرة جوب، وفكرة إن أنا أكون يعني فيكسد شوية، أو يعني بنغلق على اختياراتي، لأن أكون open ومنفتح لكل اختيار، وأشوف بقى الحياة يعني هتبهرني إزاي باختيارات وفرص أفضل. والحاجة رقم 3 والأخيرة هو إن أنا أقيس أولوياتي في الحياة، واللي هو العجلة الwheel of life بتاعتي، وأقيسها كده وأقيمها وأبقى عارفة إن أنا الثيم للفترة اللي جاية في حياتي إيه، الثيم للسنة. أو حتى مع بداية رمضان في ناس بتبدأ رمضان بروح جديدة، طبعا كل سنة وانتم طيبين، فنقدر ناخد فرصة إن إحنا نجدد حياتنا تاني. ويبقى حتى في ناس بتقيس يعني إنجازاتها وحياتها ما بين رمضان لرمضان، فعندنا سنة كاملة نقدر إن إحنا نعمل ده. فيعني ده كده تلخيصا للي إحنا عملناه النهاردة. إن شاء الله يا رب يكون مفيد ونافع لكل حد يعني كان موجود معانا. شكرا ليكي يا منى جدا. هي عالية بتقول لنا انها كانت متضايقه قوي، حاسه ان كل حاجه واقفه، ولما ابتدت تقتنع بموضوع البيبي ستيبس ناحيه الحاجه اللي حابه تعملها بقت راضيه اكتر. خصوصا انها من الناس اللي بتشتغل كذا حاجه، الناس الفراقه دي اللي هي بتعمل حاجات كتير ويومها طول الوقت بره، وطبعا كل ده فجاه اختفى. لما حاولت امشي الاثنين مع بعض بقيت فرحانه بالحاجات اللي وصلت لها وراضيه عنها. ده حقيقي جدا، يعني ده حقيقي جدا فعلا ان احنا اول ما بناخد ستيب صغيره بنكتشف ايه ده، طب ما هي طلعت بتنفع اهي. امال هم كانوا مخوفيننا ليه ان هي يقولوا نن، يا هتخلفي وخلاص وهتديكيت عمرك وحياتك وكل حاجه للبيبي، يا هتطلعي بره وتبقي بتاعت الكارير بقى السترونج اندبندنت وومن بالليبل الجميل اللي بيتحط على الستات، اللي هو ايه، انت بتاعت الشغل بس او انت بتاعت الكارير بس. ف... فده حقيقي جدا. شكرا يا علي على مشاركتك. طيب هل عندكم اي اسئله لسه لكم حيراكم حابين نتكلم فيها قبل ما نختم اللايف بتاعنا؟ انا ان شاء الله هنزل لكم بعد اللايف الويل اوف لايف، بحيث تقدروا تحطوا عليها الريتس، وبجد بجد شاركونا الريتس بتاعتكم وايه الثيم بتاع المرحله. انا عارفه ان هو سؤال صعب، مش سهل ان حد في ثانيه كده يقول انا دلوقتي الثيم بتاع السنه كذا، بس يمكن لو قعدنا مع نفسنا وفكرنا شويه تحسوا ان لا انا السنه دي يعني انا بديكيت الانرجي بتاعتي كلها ناحيه الاتجاه ده، هتلاقوا الدنيا بتديكوا حاجات انتوا ما كنتوش متخيلينها قبل كده.